السلام عليكم تالتة إعدادي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة دايما. النهاردة إن شاء الله هنحل امتحان حلو جدا من كتاب جهة الوزارة منزلاه ريفيجن على المنهج كله. إن شاء الله يا رب تستفادوا منه. خلينا نبدأ بالديالوج بسم الله. أول حاجة في الديالوج لازم أقرأ طبعا التايتل عشان أعرف بيتكلم عن إيه. هو بيقول لي سمير has a problem with his laptop. سمير عنده مشكلة في اللابتوب. فالسيلز بيرسون اللي هو رجل المبيعات وسمير. طبعا انا قريت الديالوج كله قبل ما احله معاكم، فلازم دي الحاجه المهمه اقرا الديالوج عشان اعرف بيتكلم عن ايه. طيب هلو هاو كان اي هيلب يو، ازاي اقدر اساعدك؟ فسمير هيرد عليه يقول له انا عندي مشكله. فبعد كده يساله سؤال يقول له I can't turn on my laptop، انا مش عارف اشغل اللابتوب بتاعي. It suddenly turned off، ده مره واحده توقف. فقال له don't worry we will check it. You can take it tomorrow afternoon. Of course we will make sure there is no problem، مفيش أي مشكلة with the battery، مع البطارية. Thank you very much، شكرا جدا ليك. يلا خلينا نبدأ بسم الله. Hello how can I help you، ازاي أقدر أساعدك؟ فهم هيقول لي هنا I have a problem in my laptop. in my laptop، ده انا عندي مشكله في اللابتوب. طيب اللي بعديها اشبيه كده، انا اسف اهي لاب توب. خلاص كده تمام. طيب اللي بعديها بسم الله. اللي بعديها خلاص دي قلنا بي. طيب I can turn on my laptop، انا مش عارف اقفل اللابتوب. turn on يعني اشغل اللابتوب بتاعي. it suddenly turned off، مره واحده اغلق اتقفل. خلاص كده تمام. يبقى هو عمال يحاول يشغل اللابتوب بتاعه ومش مش راضي. يبقى هنا السؤال هيقول له ايه المشكله، ايه اللي حصل؟ ما هو بيقول له انا عندي مشكله في اللابتوب. طب ايه المشكله اللي حصل؟ خلاص كده تمام. يبقى what's your problem، what's your problem، المشكله اللي عندك. فقال له I can't turn on، انا مش عارف اشغل اللابتوب. it suddenly turned off. although، وعلى الرغم من ممكن يقول على الرغم من ان انا مثلا شحنت البطاريه. فقال له don't worry we will check it، خلاص هنشوفها اللي هي البطاريه. ممكن يقول although وعلى الرغم من I charged، مثلا انا شحنتها. I charged اهو my battery، مثلا انا شحنت البطاريه. او I charged the battery، يعني اي حاجه يقول my battery او the battery، الاتنين صح، البطاريه. فقال له اوكي don't worry we will check it، خلاص احنا هنفحصها. السؤال اللي بعديه you can take it tomorrow afternoon، ممكن تقدر تاخده من بكره الظهر. يبقى السؤال هيقول له حتى امتى اقدر اخد اللابتوب؟ يبقى قوم قايل when، لاني بسأل عن الوقت اهو. when كان مكتوب اهي when can I take my laptop، امتى اقدر اخد اللابتوب بتاعي؟ فقال له I hope، انا امل دوت حاجه. بعد كده قال له of course we will make sure، ايوه نكون متاكدين there is no problem، مفيش اي مشكله with the battery، في البطاريه. فقال له thank you very much. يبقى هنا سمير هيقول له انا امل انتوا تفحصوا البطاريه وتشوفوها. فقال له بالطبع احنا هنتاكد ان هي ما فيهاش اي مشكله. يبقى I hope you check the battery، مثلا انا امل انتوا تفحصوا البطاريه. خلاص بس قال له اوف كورس، طبعا احنا هنتاكد ان مفيش اي مشكله في البطاريه. خلاص او انا امل ان انتوا تفحصوا ميك شور ان مفيش اي مشكله. فيقول له ايوه احنا هنتاكد ان مفيش اي مشكله برضو صح. يبقى كده الديالوج اهو خلصناه. يبقى فكره الديالوج يا مستر؟ لازم اقراه كله عشان اعرف بيتكلم عن طب اللي بعديها بسم الله. يلا السؤال اللي بعديه اللي هو الكومبريهنشن، التكست دي بعمل فيها يا مستر؟ لازم تقراها وتقرا. قبل ما تقرا التكست دي لازم تقرا الكلمات الاول كلها عشان تعرف معانيها بتتكلم عن ركز في الجزئيه دي لان الجزئيات مهمه جدا. كلمه discovered يعني اكتشف شيء. dyslexia اللي هي صعوبات التعلم، القراءه والكتابه. results النتائج. when عندما. since بتيجي اللي هي معناها منذ، تيجي بعدها بدايه الوقت. وhoped يعني يامل. طب خلينا نبدأ بسم الله. My cousin was born in a village، قريبي اتولد في village، قرية. He loved drawing، وهو كان بيحب يرسم He was a child، هو بيحب يرسم when he was a child. وهنا في طلاب كتير بيتلخبط يكتب since، طبعا غلط. when لأن قبلها past simple.
ليه when تاني اهو؟ لان قبلها past simple، يبقى دي number 1 دي غلط طبعا. اللي بعديها but when he was 5، بس لما كان عنده 5 سنين his parents باباه ومامته ايه that اكتشفوا ده اللي هي ايه discovered، يبقى discovered هنا تبقى ايه number 2، يبقى number 2 اللي هي discovered. اكتشفوا ايه؟ he didn't like reading، هو مش بيحب يقرأ and ايه writing ويكتب. they know that وهم يعرفوا ده he had ان هو عنده ايه؟ عنده dyslexia. اما اكتشفوا ده عرفوا بعدين ان هو عنده ايه؟ dyslexia اهي اللي هي صعوبات تعلم، دي معنى كلمة ايه؟ dyslexia. خلاص كده. اللي بعديها يا مستر he got help، هو حصل على مساعدة at school من المدرسة and began to understand وبدأ يفهم ايه more later، وبعد كده he was happy when he started أما بدأ to achieve good ايه results، لما بدأ يحقق نتائج ايه جيد، يبقى دي نمبر كام؟ 4. خلاص كده حبايب قلبي تمام. ندخل على بعديها بسم الله. اللي بعديها الفوكاب بسم الله. trying to think only about the present، حاول تفكر بس ايه في البريزنت. present يعني ايه؟ يعني هدية. helps you relax. خلاص كده تمام. وتمشي بمعنى تاني present هنا the present تمشي بمعنى ايه؟ هدية، او تمشي بمعنى كلمة الحاضر او الموجود. يبقى try to think only about the present، تفكر في الحاضر بقى وتفكر في اللي موجود. هنا مش هتكون معناها ايه؟ هدية. خلاص. relax الراحة is similar in meaning to ايه؟ كلمة relax اللي هي دي بتدي نفس معنى كلمة ايه؟ rest طبعا. الريست معناه ايه؟ راحة، هدوء. خلاص كده تمام اهي هدوء وراحة. اللي بعديها the government الحكومة is going to renew more schools، عايزة تجدد مدارس جديدة. what is the new تجدد مدارس كتير. what is the suffix ايه هو السافكس؟ suffix اللي هي الحروف اللي بنحطها فين؟ في الاخر يا مستر. الله ينور عليك. used to change the verb renew، يعني ايه renew؟ يجدد شيء. طب مستر عايز اقول اعادة التجديد يبقى ايه؟ renewable، دي السافكس في الاخر. يعني ايه renewable يا مستر؟ يعني قابل للتجديد وقابل لاعاده التجديد اهو، قابل للتجديد، تعيده من تاني ويجدد من تاني. اللي بعديها it wasn't a dream، ده ما كانش حلم. I was awake، ده انا كنت صاحي. ده antonym of awake، يعني ايه awake؟ صاحي مستيقظ. طب antonym يعني ايه؟ عكسها يبقى asleep نائم. لكن awake صاحي اللي هي مستيقظ. ركز في الجزئيه دي عشان جزئيات مهمه. خلي بالك able دايما تيجي مع الشيء بتديني قدره على شيء، يعني renewable قدره على التجديد. وصلت كده؟ طب اللي بعديها بسم الله. يلا بقيت اللي تشوز اهو يا شباب. a lodger is someone who، مين هو اللودجر؟ شخص بيعمل ايه؟ بيأجر اهو، بيأجر ايه؟ روم غرفه. يبقى هل اللودجر ده بيلدز بيبني روم؟ لا هو ما بيبنيش روم. هل الشخص ده اونز ا هاوس يمتلك بيت؟ لا هو ما يمتلكش بيت. كيبس ا روم يعني عنده روم؟ لا هو ايه؟ pays rent، يعني ايه رنت؟ ايجار، هو بيدفع ايجار for a room in a house، غرفة في بيت. يشارك شير يعني كده sharing. خلاص. اللي بعديها بسم الله. the medical team helped everyone in the village، الفريق الطبي ساعد كل واحد فين؟ في القرية دي. village يعني القرية. طيب they really ايه a difference to the people's life، أكيد بيعملوا ايه؟ تأثير. يعني ايه a difference؟ make a difference. هي طبعا بتيجي اسمها ايه؟ make a difference، لكن هنا تبقى ايه؟ made لأن هي في الماضي في الباست. ركز الجزئيات دي. يبقى make a difference على بعضيها. اللي بعديها بسم الله. our school has a staff of 30 ايه؟ 30 يعني مدرستنا عندها staff يعني فريق عمل مكون من ايه؟ من 30 واحد. فبيقول لي كلمة staff here means ايه؟ كلمة staff هنا معناها ايه في أي واحدة من دول؟ هنشوف بقى. building of our school لا، مباني بتاع المدرسة لا. number of students in our school عدد الطلاب اللي في المدرسة لا. group of people working in our school مجموعة من الناس شغالين في المدرسة أيوة هي دي الصح اللي هي C. number of classes عدد من الفصول in our school لا مش عدد من الفصول، هو عايز إيه؟
ناس شغالة، عدد ناس شغالة. The film is الفيلم بيكون بور ممل. I don't want to continue watch it أنا مش هستمر في مشاهدته، يبقى إيه؟ boring. اللي بعديها بسم الله. Have you إيه ever drive a car هل قبل كده سوقت عربية؟ بيتكلمين على إيه؟ خبرة أو تجربة. طب drive هنا هكتبها ازاي يا مستر؟ وعندي have driven هزود ان بس. يعني ايه driven؟ have you ever driven a car هل قبل كده سوقت عربية؟ بسأله على خبرة أو تجربة في شيء. تجربة أشوف هو عمل التجربة دي ولا لأ. The homework is almost done الواجب بالفعل ايه؟ اتعمل. يبقى you have to stay up late هتقعد تسهر؟ لأ، يبقى don't have to. ليه don't have to؟ لأن ده نفي يا مستر. اللي بعديها بسم الله. reading is my favorite hobby القراءة بتكون يا مستر أحسن هواية عندي. I think it's a useful than watching أعتقد إن هي بالنسبة لthan ودي صفة كبيرة يبقى more useful. ده أكثر إفادة، أكثر متعة. طيب none of my friends ولا واحد من صحابي. حلوة أوي الأسئلة دي. ولا واحد من صحابي going to travel to Alex رايح فين أليكس؟ ولا واحد يعني بتكلم على إيه؟ واحد is اللي هيعملها ار لا. ولا واحد من صحابي ولا واحد بتكلم واحد بس. فركز الجزئية دي كده. الحمد لله حليت معاكم التست، يا رب تكونوا استفدتوا منه. انتظروني إن شاء الله بقية الامتحانات. سلام عليكم.